طيب نشوفها دي. معانا الاستاذ رمضان من الجيزه. الاستاذ رمضان من الجيزه مش موجود؟ ايوه صباح الخير. صباح الخير يا استاذ رمضان، اتفضل سامعينك. والله يا فندم انا حابب اوجه الشكر لوزاره الري بالكامل لجهودهم الجباره اللي عملوها عندنا والله في ابو غالب، وحابب اشكر السيده رئيس الاداره المركزيه للري بالجيزه طيب علشان جهودها في انهاء مشروع اتمام ماكينات الرفع على فتحه. واحنا بنضم صوتنا وبنشكر كل اللي بيقوم بواجبه على خير وجه. هل عندك تعقيب او راي او مشكله استاذ رمضان؟ احنا كان عندنا على فتحه تلاقي ابو غالب ماكينتين رفع كانوا محتاجين ان هم يشتغلوا بشكل عاجل علشان موضوع السد الشتويه وعدم توفر المياه في اثناء السد الشتويه لارتفاع محسوب الرياح عن فتحه الترع او ارتفاع محسوب فتحه الترع عن الرياح. المكانتين دول موجودين ولا عايزهم يجوا؟ المكانتين دول موجودين وفي جهود من السيده المهندسه جدا رئيسه الاداره المركزيه. طيب بدل موجودين ايه المشكله؟ مش شغالين يعني ولا ايه؟ لا هو اتعمل لهم مقايسات. احنا بنشكر يا فندم، احنا بنشكر رئيس الاداره المركزيه للري بالجيزه لجهودها لانها يعني خلصت لنا المشروع ده بفضل الله يعني، وان شاء الله في انتظار تسجيلهم باذن الله. طيب شكرا يا استاذ رمضان. يعني بيوجه الشكر وبالمناسبه هو يعني تقديم الشكر للي بيقوم بواجبه، صحيح هو واجبه وكل حاجه، بس المخلص يجب ان يشار اليه كما يشار ايضا الى المواطن السلبيه او المواطن غير المضيئه يعني. فطبعا شكرا جزيلا لكل المسؤولين اللي توجه لهم شكر من خلال مواطنين خلال هذه الحلقه.